بداية هنيئا للفريق الوطني المغربي الانتصار ديالو على المنتخب الإماراتي. انتصار كبير مستحق، كنا كننتظروه وكنتمناوه. من المفيد أننا نفهموا كيفاش تحقق هذا الانتصار، ونقاط القوة ونقاط الضعف للإنجاز ديال اللاعبين. من حق هاد اللاعبين كلهم أننا نعترفوا لهم بأنهم كانوا كتلة متراصة وأنهم أدوا ما عليهم. في تفاوت بسيط ما بين جودة الأداء عند البعض، ولكن على العموم كانوا مزيانين في المقابلة، خصوصًا في الجانب الدفاعي. كان عندهم تقارب ديال الخطوط، وكانوا متموقعين جيدًا في الميدان، وعندهم انضباط تكتيكي، ودافعوا بقتالية وخرجوا الكرة مرارًا بطريقة جيدة. ملي كنقولوا الدفاع فكنقصدوا المنظومة الدفاعية اللي داخلين فيها كل اللاعبين ديال وسط الميدان، وأحيانًا حتى اللاعبين ديال الهجوم. باش نفهموا جيدًا كيفاش كنا كندافعوا، خصنا نعرفوا بأن عندنا 4 ديال المدافعين قارين، 2 فلاكس يعني في وسط الدفاع، و2 في وسط الميدان الدفاعي هما حريمات وباش. هاد الطريقة في اللعب كتحرر الظهيرين، فيقدروا أنهم يساندوا في حالة إلا كنا طالعين في شي هجوم مرتد، بدليل أن الإصابة الأولى جات من عند حمزة الموساوي، والإصابة التالتة جات من عند بولكسوت. شوفوا الآن العمل كيفاش تصوّروا المدرب ونزّلوه على أرض الميدان. أول ملاحظة أنه كان حريص على الانسجام، فاللاعبين اللي لعبوا بزاف ديال المقابلات من بيناتهم حافظ عليهم تقريبًا كلهم. العيب ديال هذا الاختيار هو أن اللاعبين تنهكوا صراحةً، كاين فيهم اللي ما كانش في المستوى ديال المقابلات السابقة. نذكروا مثلًا بولكسوت، واخا أنه اجتهد في المقابلة ويعني تجاوز حتى قدراته البدنية، وبقى حتى لآخر المقابلة وساهم بإصابة. التشكيلة إذًا ولات معروفة، الحارس هو بن عبيد دار مقابلة جيدة، بولكسوت والموساوي كظهيرين، في وسط الدفاع البوفتيني وسعدان، وسط الميدان الدفاعي أنس باش وحريمات، أمامهم 3 هما أسامة طنان، زحزوح والبركاوي، وكقلب هجوم وليد أزارو. كنا توقعنا، وأظن أن بزاف الناس يمكن يكونوا توقعوا أن اللي كان غادي يكون قلب هجوم هو حمد الله بعد عودته من التوقيف، وأن الشويعر بزاف الناس اكتشفوه واكتشفوا مهاراته العالية، وأنه ربما أن محمود بن تايك يسارح حمزة المساوي، ولكن حتى حاجة من هذا الشيء ما حدثت. مرة أخرى غادي نأكدوا على كون المسؤول عن الاختيارات هو المدرب، هو الأقرب للمجموعة، هو اللي عارف جاهزية اللاعبين، هو اللي عنده تصور للخطة، وما دام انتصر فلا يعاب عليه أي شيء. ولكن ما فيها بأس نقدموا بعض الملاحظات على اختيارات المدرب، وملاحظات أخرى على أداء اللاعبين، لأن هدفنا جميعا هو أن الفريق الوطني ينقص من الأخطاء ويكون جيد في الأداء. الإنجاز كاين لا غبار عليه، ولكن من الأحسن أنه يكون واحد الإنجاز أكثر جودة، وخا هو جيد لحد الساعة. فالسؤال اللي غادي يكون كل واحد منا كيطرحه على نفسه هو كيفاش غادي نقدروا نلعبوا المباراة النهائية، وأننا فعلا ما يضيعش منا هذا الكأس ونفوزوا ببطولة كأس العرب. نحاولوا نديروا واحد تقييم الأداء اللاعبين. الأساس هو أنهم كلهم كانوا مزيانين، غير كاين بعض الملاحظات لا بد من أننا نقولوها. في الدفاع محمد بولكسوت مع الأسف بان عليه العيان، فكيبذل مجهود كبير في المقابلات، وحتى هذه المقابلة بذل فيها مجهود جبار وقدر أنه يساهم في الإصابة الثالثة. سعدان المدافع الصلب دار أخطاء غير معتادة، يمكن حتى هي بسبب العيا. البوفتيني مزيان بحال ديما، غير في هاد المقابلات كلها كيبان أن البوفتيني ملي كتكون عنده الكرة وكيبغي يدير يخرج بالكرة للأمام، كيبان عليه بعض الارتباك. يعني كنتفكروا المدافعين الكبار اللي كانوا عندنا في المغرب،
كان عندهم هذه الميزة أنهم كيعطيو الكرات في العمق بدقة متناهية، هو كيرتبك وغالبًا كيرجعها للحارس في أحسن الأحوال. ومرة أخرى مضطرين نتكلموا على زحزوح، فزحزوح لاعب واعد، ولكن ها أنت في هذه المقابلة أيضًا لا هو جناح لا وسط الميدان، تحكم في الكرة، مشات ليه مرارًا كيعطّل، اختياره الوقت المناسب باش يقذف ولا يمد ولا هذا فيه بزاف د العيوب، ما كيسرعش الكرة. هنا كنتكلموا غير على اللاعبين 11 اللي دخلوا الأولين، فباستثناء هذه الملاحظات البسيطة، باقي اللاعبين تقريبًا كان أداؤهم ممتاز، يعني ما فيش ضعف من أي ناحية كانت، هجومًا ودفاعًا كانوا مزيانين، ولكن واحد منهم كان ممتاز بمعنى الكلمة، فما كنتخيّلش أنا المنتخب الوطني بعدم وجود ربيع حريمات. ربيع حريمات هو المحور اللي كتدور عليه الفرقة، هو اللي كيعزّز الدفاع، هو اللي كيخرّج الكرة من الزحام، هو اللي عنده النظرة الشاملة على الميدان. هذا كلام قلناه في الفيديو السابق ولكن تأكدنا منه. يكفي نشوفوا الكرة اللي عطاها حمد الله في نهاية المقابلة كيفاش أنه خرجها من بين جوج اللاعبين وسلمها ليه بطريقة جيدة، ما كتغلبوش الكرة ملي كيكون مضغوط عليه. واخا نشوفوا الآن التغييرات اللي دارت في المقابلة ومدى الفاعلية ديالها وتأثيرها على مجريات المقابلة. التغيير الأول كان هو إقصاء الكرتي والاعتماد على 3 ديال اللاعبين في وسط الميدان هما أنس باش، ربيع حريمات، وأسامة طنان. قلب الهجوم تيسو دالي مصاب، فكان عنده الاختيار ما بين أزارو وحمد الله. اختار أزارو من باش يكون في التشكيلة ديال البداية. التغييرات الأخرى دارت حتى الربع ساعة الأخيرة من المقابلة، خرّج 3 ديال اللاعبين ودخّل 3. اللي خرجوا هما زحزوح وأنس باش ووليد أزارو، اللي دخلوا هما بن تايك والمهديوي وحمد الله. اللي كيتبع حمد الله فهم شوية في كرة القدم راه كيعرف أن هذا لاعب ممتاز، كيتنافس مع كبار اللاعبين العالميين. مع الأسف كانوا مشاكل في المنتخبات الوطنية ولكن ما مضى لا يُعاد. اليوم لعب 16 دقيقة فقط. عطى فيها كرة ديال البيت الثاني وسجّل هو البيت الثالث، وإلا عاودنا اللقطات كيفاش تموا وكيفاش يحافظ على الكرة وكيفاش كيحصل على الكرة وكيفاش كيلعبها، فغادي نشوفوا شنو هو الفرق بين لاعب ممتاز ولاعب عادي. المهديوي غادي يعوّض أنس باش مفهومة، فهذاك هو المركز ديالو، ولكن بنتيك ما خرجش المساوي، فداك الشي اللي موالفين كنديروه في اليمين كنحافظوا على بولكسوت يمشي للجناح ندخّلوا مفيد، ودرناه في اليسار حافظنا على المساوي ودخّلنا بنتيك. غير حيت ربما أن مفيد ما كاينش. بعد الدقيقة ال80 دخل الكارتي في بلاصة أسامة طنان لأن أسامة طنان بان عليه الإنهاك، والكارتي لعب مزيان وساهم في الإصابة الثالثة. أعطى تمريرة ممتازة في منطقة العمليات لبولكسوت اللاعب الممتاز الموهوب اللي صنع منها هدف الحمد لله. في الدقيقة 86 وكالعادة خرج البركاوي لأنه بذل مجهود كبير في المقابلة ودخل الوادني. بين الفكرة هي أننا نحافظوا على النتيجة ديال 3-0 وخا رابحين بثلاثة فكملنا بستة في الدفاع، جوج مدافعين أيسر وثلاثة في مركز الدفاع وبولكسوت كمدافع أيمن. هاد الأمور كلها هي اختيارات ديال المدرب، فما هي الملاحظات اللي يمكن نديروا عليها؟ ومادام أنه انتصر وتأهل وصل حتى لهذه النقطة فأكيد أنه دار مجهود جبار ودرس الخطط كلها الممكنة اللي غتوصلوا للهدف ديالو. ولكن راه من حقنا أننا نتسائلوا واش إلا عندك حمد الله ما تلعبوش حتى الدقيقة 75؟ إلا عندك الشويعر وبان محدودية الأداء ديال زحزوح، ما نعطيه حتى فرصة،
وعلى الأقل ملي خرج زحزوح يدخل الشواعر، لا الشواعر كتر عليه اللغط، فما غاديش يدخل نهائيًا، ونفضّلوا ندخّلوا بن تايك وما يدخلش الشواعر. ونتمنى أن الشواعر يكون ما كانش جاهز ولا شي حاجة، ما كان ما عندهاش شي تفسير مقنع. وعمومًا فالمدرسة الكروية المغربية حققت نجاح كبير في هاد كأس العرب، فإحنا غادي نواجهوا في النهاية منتخب الأردن تحت إشراف الإطار المغربي جمال السلامي. انتظرونا في الفيديو المقبل. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني في مقابلة النهاية، ومتمنياتنا جميعا بالفوز بالكأس. إلى اللقاء.